اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. تصدق إن في مكان في العالم تقدر تمشي فوقه وتلاقي تحت رجلك بترول؟ مش بهزار. في جزيرة ترينيداد في البحر الكاريبي موجود مكان اسمه بيتش ليك، وبالرغم من اسمه ليك دي مش بحيرة مية عادية، دي واحدة من أغرب الظواهر البترولية الموجودة على سطح الأرض. المكان عبارة عن ترسب ضخم من ناتشرال أسفلت أو بيتيومين، وبيعتبر أكبر ترسب طبيعي للأسفلت في العالم. طب إزاي البترول وصل لسطح الأرض بالشكل ده؟ القصة بدأت تحت الأرض. ترينيداد نفسها منطقة جيولوجية معقدة جدا، لأنها موجودة بالقرب من منطقة التقاء وحركة عدة صفائح تكتونية، والحركة دي عملت فولتس وفولدز وتركيبات جيولوجية معقدة، والفوالق دي ممكن تعمل كأنها طرق تحت الأرض تسمح للهيدروكربونات إنها تتحرك لأعلى. وتحت المنطقة في صخور مصدر تكونت منها الهيدروكربونات، ومع وجود الضغط والتشققات بدأت المواد الهيدروكربونية تتحرك ناحية السطح. لكن هنا حصل شيء غريب جدا. البترول اللي وصل للسطح تعرض للحرارة والعوامل الجوية وفقد جزءا كبيرا من مكوناته الأخف. إيه اللي فضل؟ المكونات الثقيلة والغنية بالأسفلتينز. ومع مرور الوقت تراكمت المادة دي في المنطقة لحد ما تكونت البحيرة الغريبة اللي بنشوفها النهاردة. والأغرب، سطح البيتش ليك مش ثابت بالكامل زي الأرض العادية، في أجزاء صلبة نسبيا، وفي أجزاء تانية المادة فيها أكثر ليونة وحركة، وفي بعض الأماكن ممكن تشوف فقاعات وغازات بتطلع من السطح. يعني أنت حرفيا واقف فوق نظام هيدروكربوني نشط. والقصة مش مجرد منظر سياحي، المادة دي لها قيمة صناعية فعلية. الناتشرال أسفلت المستخرج من بيتش ليك بيتم معالجته واستخدامه في منتجات وتطبيقات مختلفة، خصوصا في مجال الأسفلت ورصف الطرق. والحكاية دي قديمة جدا. في سنة 1595 وصل المستكشف الإنجليزي سير وولتر رالي إلى المنطقة، واستخدم البيتش الموجود في البحيرة للمساعدة في عزل وإصلاح سفينته. وبعدها بقرون بدأت عمليات استخراج واستخدام الأسفلت بشكل تجاري. والأغرب إن صناعة البترول نفسها في ترينيداد بدأت مبكرا جدا. أول بئر بترول تم حفره بالقرب من بيتش ليك كان سنة 1857، والإنتاج التجاري بدأ لاحقا في المنطقة. يعني المكان ده كان من أوائل الأماكن اللي خلت الإنسان يشوف الهيدروكربونات خارجة من الأرض بشكل واضح جدا. وعشان كده بيتش ليك مش مجرد بحيرة غريبة، دي نافذة مفتوحة على جيولوجيا البترول. بتشوف فيها بنفسك إزاي الهيدروكربونات ممكن تتحرك من أعماق الأرض وتطلع من خلال الفوالق وتتحول على سطح الأرض إلى مادة ثقيلة لزجة زي البيتيومين. يعني في معظم دول العالم إحنا بنحفر آلاف الأمتار علشان نوصل للبترول، لكن هنا البترول هو اللي طلع لنا. وده اللي بيخلي ترينيداد واحدة من أغرب القصص في عالم البترول. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.